اخيرا بعد 4 ماتشات ما دقناش طعم الفوز، جه احمد عبد الرؤوف غلب لك 3. وعشان بس الناس ما تجيش تقول لي طلائع الجيش، هي الجونه دي المركز الكام؟ الجونه دي اوسخ من طلائع الجيش. الجونه دي مغلوبه من فاركو امبارح اللي ما كسبش ولا ماتش. جه وقدم لك كوره، لعب لك بثلاث خطط 4-3-3 ثم قلبها ل 4-3-1-2 ثم قلبها ل 4-2-3-1. انا احسن خطه فيهم. بس سيبك انت، احمد عبد الرؤوف خلاني ارجع تاني للسبوره. انا اقسم بالله 12 ماتش مع يانيك فيريرا، 13 ماتش السبوره دي ما مسكتهاش غير قبل ماتش الاهلي، بقول ازاي نلاعب الاهلي. لكن يانيك فيريرا استخدم سبوره مستحيل، ما كانش بيقدم حاجه. احمد عبد الرؤوف قدم لك حاجه، ما لحقش يطور حاجات كتير، في غلطات. بس انا شايف مدرب قاري الماتش، بيفكر. عنده غلطه واحده اقول لك عليها. احمد عبد الرؤوف ممتاز النهارده، انجاز بالنسبه لي. ادى المهدي سليمان، ادى شيكو بنزا، ادى بنتاج واحمد فتوح الخط الطاير ده، ادى عداية دباغ في اكتر من مركز، سيف الدين الجزيري. كانت ناقصاك احمد ربيع، كانت بس 10 على 10، لاعب بثلاث خطط وغالب 3-1، ممتاز. احمد عبد الرؤوف ابتدى الماتش بتشكيل ايه؟ لعب بثلاث تشكيلات. اول تشكيل 4-3-3، الاربعه هم الثلاثه دونجا 6 و2 8، عبد الله السعيد وشحاته، وينج شمال ناصر ماهر، وينج يمين بزيره، وعدي الدباغ. عدي الدباغ ايه كان؟ لا مؤاخذه يا جماعه، سيف الدين الجزيري راس حربه. التشكيله دي كانت مناسبه جدا وبتضغط كويس وشغال، بس كان عيبها الكارثي سوء اداء. عبد الله السعيد دي مش هتعمل في حاجه، وشحاته علامه استفهام يا شحاته. انت كنت عمال تقول عايز ترجع عايز ترجع عايز ترجع، خايف تلتحم، خايف تعمل اي حاجه، راجع من اصابه بقالك شهرين. بس ده مش شحاته اللي انا متعود عليه. غير كده شحاته اصلا انا بحسه مفيش حاجه هو مميز فيها، هو في كله 8 من 10 او 7 من 10، جيد جدا في كله. طب حاجه تفرقك؟ لا. شوطات بيعرف يشوط زي جون سيراميكا وساعات لا، سرعه يعرف يجري ساعات وساعات لا، باص كده دفاعيا كذلك. لعيب مفيد، لكن هو النهارده كان مبوظ التشكيله دي لغايه ما بيزيرا اتصاب. طبعا بره عن السوبر وحظه هنعمل ايه، بس هقول لك الحل تلعب ازاي الاهلي، تلعب ضد الاهلي زي من غير بزيرة. راح هو قلبها ايه بقى؟ 4-3-1-2. جاب لك دونج هنا، قال عبد الله السعيد مايل معاه وشحاته هنا، ينزل ناصر ماهر، يبقى كده بالظبط قدام الثلاثه، وعدي الدباغ ينزل جنب سيف الدين الجزيري. انا بالنسبه لي دي كانت دي رصه الزمالك في الملعب، كانت ممتازه. بس عيبها ان كان فيها حاجه، عدي الدباغ كان بيتطرف قوي. عشان كده الكره اللي راحت له كان متطرف، سيف الدين الجزيري ما لحقش يخش معاه، فما عرفتش تجيب جون. ليه سيف الدين الجزيري كان بيتطرف هنا وعدي الدباغ يبقى في المنطقه، وعدي الدباغ يتطرف وسيف الدين الجزيري هو في المنطقه؟ ليه الاثنين ما يروحوش ونبتدي ندخل ناصر ماهر من تحتيهم، واللي يفتح عبد الله وشحاته؟ كانت تبقى كده افضل شكل. من وراهم عمر جابر، عمر جابر في ذمه تلاقيهم وراهم بنتاج، يا رب تكون باينه. باينه اهي. قصدي شحاته، والشحاته هنا فاتح وعبد الله فاتح، وفي الهجوم اثنين، عبد الله السعيد وعدي الدباغ وناصر ماهر من تحتيهم. حتى دي لما كانوا بيعملوها المشكله، عدي الدباغ وسيف الدين الجزيري مش متعودين على بعض، واحد مش عارف يقف على البعيده والتاني مش عارف يقف على القريبه. وقفتنا في الملعب اللعيبه مش حافظه التشكيله، فهو لقى ان لا، اللعيبه مش حافظه 4-3-1-2. انا عجباني على فكره، ولو اشتغلنا عليها توصلنا لحاجه ممتازه بقيه الموسم. بس خلاص اللعيبه مش عارفه، ارجع ل 4-2-3-1 اللي حافظينها مع يانيك فيريرا. ده مدرب بيفكر، لعب ثلاث تشكيلات في الماتش: 4-3-3، 4-3-1-2، وبعد كده قلبها ل 4-2-3-1، الخطه اللي حافظينها وبنلعب بيها مع يانيك فيريرا وقبل يانيك فيريرا. حرفيا كانت كده 4-2-3-1. رقم 10 ناصر ماهر، وينج شمال بنتايج، وتحتيه فتوح، شيكو بنزا وينج يمين، وراس حربة عدي الدباغ. بص، انا رايي دي التشكيله اللي تلعب بيها. 4-2-3-1، احمد حمدي طبعا مضطرين، جنبه عبد الله السعيد، قدامهم ناصر ماهر، وينج شمال بنتايج، وراه فتوح باك شمال، وينج يمين ما تلعبليش بشيكو بنزا دي خالص. ضد الاهلي ما تلعبش بشيكو بنزا، الواد مش قادر والواد وحش. سيبوكوا بالكام باص اللي عملها والكام جاريه عشان طلع الجيش له كواليتي وكان فاتح خطوطه. العب بوينج يمين عبد الحميد المعلي، لا، العب بشحاته، اقفل الجبهه دي على بيراميدز وعلى الاهلي. خلاص شحاته وعمر جابر وفتحوا بنتايج، انت ما عندكش وينجات. بكل هدوء، رساله بس لكام لعيب كده مهاجمين الزمالك اوفرول، سواء سيف الدين الجزيري، سواء عدي الدباغ، سواء عمرو ناصر. ناصر منسي بره الدنيا خالص، وحتى ناصر منسي كان وحش الموسم ده. سيف الدين الجزيري جربناه النهارده، بيقدم بالبي، مش عارف ليه ما مسكش في الفرصه.
طلعنا عدي الدباغ جون عالمي، قلنا اهو على الفدائي مضيع لي كورتين ما يضيعهمش، هاوي بيلعب في مركز شباب غزه، او هو من القدس مركز شباب القدس. مش ممكن. عمرو ناصر الماتش اللي فات على طول مضيع انفراد جوه الجون. انا لحد امتى؟ انا والله العظيم انا لو مكان احمد عبد الرؤوف طب هلعب بمين في السوبر؟ عدي. انا واثق عدي الدباغ ده رايح انفراد هيضيعه بنسبه 90% و10% هيحطه. طب الجزيري فجاه بيجي له ايرور ما تفهمش هو بيعمل ايه. طب عمرو ناصر مش حلو وبطيء وتقيل ولسه مضيع كوره قد كده. الزمالك فعلا مهاجمينه كل واحد فيه حاجه، مفيش مهاجم كامل. دي ازمه، دي بالنسبه لي ازمه. عدي جاب جون عالمي بس لا، في مشكله. حسام عبد المجيد انا نفسي افهم والله ورب الكعبه ورب الكعبه اول واحد اتكلم عليها في مصر، واجيب لكم الفيديو من السنه اللي فاتت والله. حسام عبد المجيد وجبت السبوره دي قلت له يا حسام عبد المجيد ما تسيبش المنطقه وتطلع هنا هتلبسنا. خسرنا 12 بونت بسبب الحركه دي. واحد قاعد في بيته قالها وبيتفرج على كوره قال لك بتسيب لنا المنطقه دي خسرنا 12 بونت، وكان هيخسرنا النهارده واحمد عبد الرؤوف قال له اطلع لي بره. المنطقه دي بتفضى كل مره منه. بتطلع هنا ليه؟ انت كان حلم حياتك تلعب وينج شمال، كان حلم حياتك تلعب مركز 8 عمال تطلع. انا مش فاهم بيطلع ليه ويسيب المنطقه دي يا جماعه. حد يقول لي مثلا جاي مساحه عليه فبيبقى فيه مساحه قدامه فبيطلع، اقف في مكانك خليه هو اللي يجي لك. معروف حتى في فيفا بنلعبها ما تقبلش عشان ما يبصيش من وراك. انت هو هيجي لك هتقطعها بسهوله. لا غريب حسام عبد المجيد واتكلمت عليه من السنه اللي فاتت بيطلع ويسيب مكانه ضد الاهلي وضد بيراميدز. يا عم انا مش عارف هنكسب بيراميدز ولا لا. هتلعب بحسام عبد المجيد يبقى هتقف ورا وتكمبر، انما هتحاول تهاجم بيراميدز بحسام عبد المجيد ده لوتوس بقى. لا لاعب الونش، لاعب الونش ومحمد اسماعيل. بخصوص محمد اسماعيل ايه؟ انت مش عاجبني النهارده غلطت في واحده وواحده تانية، ومن ماتش الاهلي انا قلت كومنت محدش قاله عليك. حوار انك مقلق ده غريب. يعني ضد الاهلي قلنا اول ماتش ديربي، النهارده مقلق قوي وعامل لي ضد ضرب جزاء ضد البنك. في حاجات مش موجوده فيك في اي مدافع في مصر. بس ليه انا شامم ريحه فيك 2007؟ عارف انت الصفتي، احمد غانم سلطان، محمود فتح الله، فيها فوات غريبه. يعني حسام عبد المجيد وحش كده كده ما فيهاش، انت حلو بس فيها هفوات غريبه. لا مش عايزينها خالص، ده انا معتمد عليك وبشوف مين اللي جنبك. فكره فتوح اللي عملها دي ممتازه، فتوح لازم يلعب. تقييمات ماتش طلائع الجيش اللي انا مبسوط منها جدا من اللعيبه ومن احمد عبد الرؤوف. وبعديها اقول لك التشكيل اللي نلعب بيه ضد الاهلي. في الجون محمد صبحي ما جاش عليه حاجه، يلا 5. حسام عبد المجيد 0 واقل من 0 وما ينفعش يلعب السوبر. ارجع للحلقه وهتعرف الكوارث اللي كان بيعملها. جنبه محمد اسماعيل 5/10 يا محمد. بتفوت غلطات قد كده، فيها فوتين دول ما ينفعوش يحصلوا منك، انت مدافع سوبر. عمر جابر لا اله الا الله محمد رسول الله. عمر جابر اتكشف لما لعبنا بخطه 4-3-1-2 بعد لما بيزيرا اتصاب، بقى يطير على الجبهه ما شاء الله، مش قادر يطير، مش الواد ويروح معرضها في توتة الواد. المدافع بتاع طلائع الجيش بزراميت يقف ورا بس 4/10. بنتايج 7/10 واتمنى يلعب وينج يعدي بنتايج. اطلع قدام دونجا اول 75 دقيقه 73 دقيقه بالظبط قبل الكولينج بريك. اقسم بالله دونجا 10/10 ممتاز. بعد الكولينج بريك هو كان عمال يباصي غلط وما بيلتحمش، هو تعب، فعشان كده قلت ندي احمد حمدي 7. عبد الله السعيد سيء 4/10. انا متفاجئ ان عبد الله السعيد بالسوق ده، هو كبر خلاص يا جماعه. شحاته راجع من اصابه 3/10. ناصر ماهر النهارده كان ممتاز 8/10. يا ريت نستمر على ده ناصر ماهر مع ان برده فيها فوات وبساط غلط. سيف الدين الجزيري انا مش عارف، انت ماتش حلو كنت اقول لفظ وحش، انت ماتش حلو ال90 لا مش ممكن. 2/10 سيء. بتزيرا اتصاب، اللي نزلوا عدي الدباغ هفضل اقولها لحد امتى؟ هتقعد تضيع 200 فرصه؟ ابقى قاعد اتفرج كده انفراد لعدي الدباغ بره. انا قلتها قبل كده، قلت عدي الدباغ اول لما جه عشان بتفرج عليه مع فلسطين خلينا نشد في شعرنا، بس مش للدرجه دي. يعني مش للدرجه دي، مش يجي لك 4 كور تحط لي واحده، 2 تحط واحده ماشي، مش ممكن. المهدي سليمان 6/10 بقاله كتير ما بيلعبش، معلش اعذروه. شيكو بنزا عمل كام كوره فهديله 4 بس، يعني ودع عدي في واحده جري في واحده بس، ما ينفعش يلعب لا بيراميدز، ولو صعدنا ما ينفعش يلعب ضد الاهلي، ما ينفعش. الونش 7/10 كان كويس.
احمد فتوح 10 من 10 يا توحه، ممتاز، بيلعبك كوره. شيكابالا قال فتوح فايق هيلعبك كوره، خلصت. فتوح لازم يلعب ماتش بيراميدز. فتوح الله اكبر عليه، ممتاز. تقييمي لاحمد عبد الرؤوف بقى في ماتش طلائع الجيش 9 من 10، ممتاز. الواحد من 10 ده عشان كنت المفروض تدي احمد حمدي، لان هو اللي هيلعب ماتش الاهلي. ماتش الاهلي انا قافش في الاهلي، ماتش بيراميدز نلعب ازاي ضد بيراميدز؟ او لو كسبنا الاهلي يعني التشكيلتين واحد. ايه ده راحت فين؟ والله حسام عبد المجيد عامل لي لخمه، طالع من مكانه حتى في السبوره في التشكيل، طالع من مكانه. هنلعب 4 2 3 1. الاربعه الدفاع: عمر جابر، احمد فتوح، الونش محمد اسماعيل ما تلعبش بحسام عبد المجيد، احمد حمدي وعبد الله السعيد، قدامهم ناصر ماهر. وينج يمين هسيبها لك مفاجاه، بزيرة اتصاب خلاص لبسناه، ما تلعبش شيكو بنزا. وينج شمال طبعا بنتايج، راس حرب عدي الدباغ. وينج يمين محمد شحاته. اصل بص بالراحه، شيكو بنزا ما ينفعش، وعبد الحميد المعلم مش هياخد ماتش كبير، يبقى محمد شحاته وقف في الجبهه دي، سواء بتاعت تريزيجيه، سواء بتاعت زلاكا، سواء بتاعت اسمه ايه اللي بيلعب ايفرتون، يقفلها مع عمر جابر بشحاته، والعب على جبهه بنتاج واحمد فتوح تلعبك الكوره بقى. هو ده الحل الوحيد. بس عايز اسالك سؤال كمشجع زملكاوي: نلعب بمين راس حربه ضد بيراميدز؟ عدي الدباغ اللي مضيع لي كورتين النهارده، ولا سيف الدين الجزيري الشلل اللي بيجي له ايرور مره واحده، ولا عمرو النصر اللي بيضيع كوره والجون فاضي؟ بجد والله انا مش عارف. انا بحب عدي وكنت واثق فيه، بس المنظر ده خلاص فقعني بقى. جبت لي جون، مهاجم سوبر، لكن مش كل كره تضيعها وبتبتسم ابتسامه غريبه فشخ. ايه يا حبيبي، انت بتلعب في نادي جماهيري، يعني تضيع لي كره تشد في راسك وتروح التمرين تشوط 100 كره على الجون بدل ضيعتها؟ عايز تطور. بصوا سابوا علي يا جدعان، لما كان بيضيع كل كره كان بيلوم نفسه، عايز في الماتش يجيب 5 اجوان. هو ده مش كده، جون وخلاص صباح الفل. العقليه دي انا مش عايزها. نلعب بمين مهاجم في السوبر؟ في نهايه الحلقه قرار ممتاز ان احمد عبد الرؤوف ياخد السوبر، واديك شفت، حتى لو اتغلب من بيراميدز، حتى لو اتغلب من سيراميكا، ادينا واحد فرصه، وانا بعشق الفرص. ان شاء الله يمسك فيها ويقدر يعمل لنا حاجه كويسه في السوبر، ويبقى مساعد للمدير الفني الاجنبي، سواء كسب السوبر، سواء خسر، سواء طلع مركز ثالث، سواء اي حاجه. نهايه الحلقه ما ننساش ندعي لاخواتنا في السودان، ربنا معاهم. سلام.